السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا وام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغطوا اشتراك وفعل الجرس واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده بقى ايه قلنا نغير بقى في الغدا ونغير بقى في الاكل المعتاد بقى اللحمه والفراخ والحاجات دي. وقلنا بقى ايه نعمل حبه كشري مصري كده على طريقتي، ويلا بينا كده هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. تعالوا بقى ايه احنا بقى ايه مش مطولة معاكم الفيديو، وهعمله بقى ايه على السريع كده. جبنا كده حلة، نزلنا بحبة من الزيت. طبعا غاسلة معايا ايه حبة رز كده. نزلت كده ايه بنص كمية الرز، يعني ايه مش الكمية ايه مش حبة قليلين، لا بنص كمية الرز، عشان انا عايزة الرز بتاع الكشري يبقى ايه الشعرية والرز المحمر اكتر من الرز الابيض يعني. خلاص طبعا. ومعايا ايه العدس الكشري او العدس بجبه دوت. طبعا ايه غسلاه كويس، وطبعا ايه حط عليه ميه كده وايه ومولعه عليه يعني. خلاص. ومعايا بقى ايه الرز كده ايدي فيه على طول، عشان هو طبعا كميه نص كميه الرز، فاقلب فيها على طول لغايه ايه ما تدينا اللون بقى ايه الاصفر اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص او كده طبعا هقلب فيه التاني لغايه ايه ما يدينا اللون الحلو الغامق يعني. معايا بصلايه كده قطعتها، وهنزل كده ايه بحبه من الزيت. طبعا النهارده هطبخ بزيت على طول يعني. خلاص يبقى ايه طبخت الرز بزيت والصلصه بتاعت الكشري اعملها بزيت. وكل حاجه يعني بالزيت. ما عدا بقى ايه بعد ما اخلص كده احط معلقه سمنه للمكرونه وحبه سمنه ايه للعدس. خلاص. تعالوا بقى ايه نرجع كده للرز. شايفين لونه حلو جدا؟ هو ده انا عايزه لون الرز كده بالشكل ده. خلاص ايدك فيه على طول عشان ايه ما ياخدش مني اللون الغامق قوي يعني. خلاص اهو كده. طبعا عامه انا بحب اطبخ الرز كده، بكتر كميه الرز اللي ايه بحمره عشان ايه يدينا طعم حلو. هنزل كده بحبه من الشعريه بالشكل ده. بعد ما ايه الرز اخد لون يعني. طبعا مش حابه تحط شعريه عادي، استكفي بالرز المحمر والرز الابيض يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده، وايدي فيه على طول عشان الشعريه برضو ما تاخدش معايا ايه لون غامق. شايفين لونها حلو ازاي؟ او كده بالشكل ده. وهنزل ايه بنص كميه الرز. عامه انا مش مكتره رز، هو عامه الكشري ما يبقاش فيه الرز كتير يعني. خلاص اهو كده. وهقلب الرز كله في بعضه يعني. اهو كده بالشكل ده. شايفين شكل الرز حلو جدا اهو كده. طبعا هحط لها التوابل ايه ملح وحبه فلفل اسود وحبه كمون. الكمون على فكره بيخلي طعم الرز حلو جدا مع الفلفل الاسود او كده. وطبعا هزودها الميه عادي خالص من الحنفيه. عندنا بقى الميه عندنا سخنه نار كده من الحنفيه يعني، عشان الجو طبعا عندنا حر فالميه عندنا سخنه يعني. اهو كده. وهسيبه بقى ايه يعيش حياته كده ويستوي. تعالوا بقى ايه نرجع كده للصلصه بتاعتنا او البصلايه بتاعتنا. كده اخدت ايه لون حلو كده، دبلت معايا. نزلت كده ايه بنص معلقه من الثوم المفروم اهو كده بالشكل ده. طبعا انا مفرزاه وايه وايدي فيه على طول كده لغايه ايه من الثوم ياخد لون حلو كده مع البصله يعني. اهو كده بالشكل ده. ايدي فيه على طول كده لغايه ايه ما التومه كده ايه تفك معايا ويبقى حلو. طبعا حاطه ميه كده ايه للمكرونه عشان ايه نسلقها مع بعض يعني. اهو كده بالشكل ده. شايفين لون البصله مع التوم بقى حلو ازاي؟ هنزل كده ايه بعصير الطماطم ضربها في الخلاط كده بالشكل ده اهو. طبعا الكشري عامه مش عايز الصلصه، عايز الطماطم يعني. لو عايز الطماطم يعني. لو انت هتعملي كشري مش هينفع معاه الصلصه يعني. عايزه ايه الطماطم كده وتضربيها في الخلاط وتحطيها له. بصوا العدس كده دخل كده في السوا. احط لها التوابل برضو. حطيت له ايه ملح حبه كمون وحبه فلفل اسود وخلاص على كده. وبعد ما ايه يستوي او ينشف من الميه بتاعته احط له نص معلقه ايه من السمنه يعني، عشان ايه يبقى طعمه حلو. تعالوا بقى ايه نشوف الرز الحلو اللي انا ايه عملته ده. بصوا شايفين جميل ازاي؟ وطعمه والله طعمه وريحته جميله جدا جدا. شايفين الرز المحمر اكتر من الرز الابيض، فمديني طعم حلو ولون حلو
حلو. وعامة الفلفل الاسود مع الكمون في الرز بيخلي طعم الرز في حتة تانية خالص يعني. ودي الصلصة بتاعتنا كده بتغلي حلوة جدا. طبعا انا لسه محطتلهاش التوابل. ودي ايه المية هي غلت معايا. طبعا هحط لها طبعا ايه ملح وزيت او كده بالشكل ده. طبعا المكرونة العادية بحط لها ايه ملح وزيت. لو مكرونة صواني بحط ملح بس، مش بحط زيت يعني. شايفين دي طبعا ايه المكرونه الرفيعه بتاعه الكشري. طبعا في مكرونه ارفع من كده، بس دي اللي لقيتها عندي حلوه برضو هتنفع برضو للكشري. تعالوا بقى ايه بعد ما الصلصه كده هتدخل كده في التسبيكه، نحط لها بقى التوابل، ملح، كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسود. خلاص اهو كده بالشكل ده. وهسيبها برضو عايزه تبقى حبه كمان كده على النار يعني. تعالوا بقى ايه بعد ما سلقت المكرونه وصفيتها وغسلتها، حطيت لها حبه توابل، فلفل اسود، ملح، حبه كمون، وحطيت لها نص معلقه كده ايه من السمنه، عشان ايه تبقى مفرده معايا كده وحلوه يعني. خلاص وهنقلبها كده. طبعا انا ايه مهديه عليها النار عشان ايه ما تلزقش مني يعني وتبقى حلوه يعني. اهو كده قلبتها كده ايه في التوابل بتاعتها، كان طعمها حلو جدا يعني. تعالوا بقى ايه قطعت بصلايه كده شرايح زي ما انتم شايفين. طبعا كنت منقعاها في ملح عشان تدينا بقى القرمشه الحلوه. وهقليها كده في الزيت ونرجع تاني نشوف الاكل احنا عملناه ايه مع بعض. ده كده الرز كده بعد ما ايه طفيت من عليه. وده البصلايه كده بعد ما حمرتها. وده العدس كده جميل جدا بعد ما حطيت له كده معلقه السمن. طعمه حلو جدا. ودي الصلصه بتاعتنا جميله جدا جدا وطعمها حلو. ودي طبعا المكرونه. في ناس بتعمل كمان مكرونه اسباجيتي وبتعمل حمص الشام. طبعا انا عامه عندي في البيت ما يحبوش الحمص الشام عامه في الكشري. والمكرونه الاسباجيتي عادي ممكن ما تحطيهاش لو انت هتحطي مكرونه رفيعه او مكرونه الكشري يعني. خلاص تعالوا بقى ايه نشوفك كده بعد ما غرفناه كده في الاطباق او حطيناه في الاطباق. شايفين جميل جدا وحلو جدا. وده ايه الكشري بتاعي اللي انا متعوده عليه يعني. ده انا بعمله على طول. ودي طريقتي في الكشري المصري بتاعنا او كده. ودي طبعا الصلصه بتاعتنا بعد ايه حطينا برضو صلصه كده في الاطباق. وحطينا كده ايه صلصه بعيد عنها يعني حلوه جدا. واتمنى يكون الكشري عجبكم. ولو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله للكشري الحلو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.